يحكى أن شيخ الإمام البخاري والإمام مسلم عبد الله أنه يقول: لم تفتني صلاة العشاء في جماعة قط. يعني صلاة العشاء في جماعة ما فيش ولا مرة فاتته. ويقول أنه في ليلة جاء له ضيف فشغله، الضيف ده شغله، فمشى هذا الضيف. ثم الإمام عبد الله ذهب ليصلي العشاء في البصرة، فوجد كل المساجد أنهت صلاة العشاء، يعني ما لقيش ولا مسجد بيصلي العشاء. فرجع البيت حزين ومهموم، فقال إن صلاة العشاء في جماعة ب27 درجة، فأنا هصلي 27 صلاة عشاء. ففعلا صلى 27 صلاة عشاء، ثم بعد ذلك نام.